ازيكم ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده جايلكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده عن ان انا هشتغل في مركز للعنايه بالشعر. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. طبعا اول حاجه انا هبدا اعمل الريسبشن. هحط بقى الكنبه والكرسي هنا، وجبت كمان الكرسي الصغنون ده، وحبيت احط الترابيزه دي كده هنا في النص، وجبت بقى البتاع يعني اللي بنلزق عليها الصور وكده، وكمان جبت اللمبة دي، وكمان جبت اللمبة الصغيرة دي، وحطيت بقى تحت الكنب السجارة دي، وكمان جبت الورد ده عشان يخلي شكل المكان حلو، وبرضو جبت المخدات دي عشان احطها على الكنب. ودلوقتي بقى هغير الالوان، بس جبت بقى الصور وهحطها بقى دلوقتي كده بشكل عشوائي. ودلوقتي بقى هبدأ اغير الالوان. حبيت ان الجدار يبقى باللون البينك ده. ودلوقتي بقى بغير الوان الارضيه، خليتها بقى اللون ده. وهنا بقى كنت بغير الوان اللمبه، خليتها تبقى كده اللون ده. وكمان انا كنت دلوقتي بغير الوان الشباك، خليته اللون ده. وهنا بقى كنت بغير الوان الكراسي. وبس كده الريسبشن جاهز. دلوقتي بقى الأوضة دي هعملها، ودلوقتي بقى المكان ده هيبقى عشان لما الزباين يجوا يدفعوا ويحجزوا هنا. جبت بقى الكرسي ده، ودلوقتي بدور على ترابيزة حلوة. جبت بقى الترابيزة دي، ودلوقتي بقى رجعت تاني في اللي هو التصميم يعني بتاع البيت او المحل. جبت بقى النبتة دي وحطيتها هنا، وكمان جبت الصورة دي كده والاستيكرز دي وحطيتها هنا. وجبت بقى اللمبة الصغنونة دي، كان شكلها كيوت. ودلوقتي بقى هبدأ ان انا اغير الالوان. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين انا قاعدة اغير الوان. وكمان غيرت لون الترابيزة والكرسي، حبيت ان هما يكونوا باللون البينك. دلوقتي بقى انا هعمل المكان ده اللي هو يعني نصفي فيه الشعر وكده. جبت المراية دي كده وحسيت ان هنا مكان يعني مناسب ليه. وجبت برضو البتاعة دي اللي احنا بنحط كده فيها الادوات. وهنا حطيت بقى الحاجة اللي يعني هنغسل الزباين شعرهم، الحوض يعني. وهنا انا كده حطيت البتاع اللي هنصف لهم فيه شعرهم.
وجبت بقى الستارة دي وحطيتها هنا. كمان جبت الزرعة دي وحطيتها هنا يعني عشان تخلي المكان شكله حلو. وكمان جبت الستيكر ده وحطيته هنا. حسيت ان الستيكر ده يعني خلي المكان شكله مش حلو، فقلت ان انا اشيله. وجبت بقى اللمبة دي وحطيتها هنا. وجبت بقى البتاع يعني الرف اللي على شكل مشط علشان برضه احط فيه الادوات. وجبت برضو الزرعة دي وحطيتها هنا. كمان جبت الزرعة دي وجبت الستيكر ده كده وحطيته هنا. وجبت بقى الزرعة دي كده وحطيتها هنا في الريسبشن عشان تديله شكل حلو. ودلوقتي بقى انا هرتب الادوات. هحط بقى كده هنا الاستشوار، وهنا بقى الوان الشعر والكريم والمشط. وحطيت كده هنا الكريم ده، وكمان حطيت المية. وجبت بقى بقية الالوان وحطيتهم هنا. وحطيت كده الكريم ده جنب الاستشوار. جيت بقى للمكان اللي عملوه ده، وجيت بقى هنا لقسم العناية بالشعر، وجبت بقى الحاجات دي. وكمان هاخد معايا المشط ده، وبرضو هاخد معايا الفوط دي اللي بتتحط على الشعر. جيت بقى المحل بتاع الشعر، او يعني المكان يعني عشان يصفف في الشعر وكده، وهجيب منه ده اللي فيها المكوى. وهاخد برضو المشط اللي هنا، وهاخد برضو المقص ده. وكمان هاخد برضو المقص اللي مع البنوتة، وهاخد برضو ده. وكمان هاخد ده، كمان هاخد برضو عشان يعني منتظرين يقرأوا فيه. وهاخد برضو الفيونكة كده دي عشان شكلها حلو. انا بقى حطيت الحاجات مكانها اللي انا يعني كنت لسه جايباها. وكمان زي ما انتوا شايفين ان انا لبست لبس جديد يعني مناسب للشغلانه وكده. ودلوقتي بقى انا هوريكم المركز اللي انا عملته. قولولي بقى في التعليقات تقيموه كام من 10. ودلوقتي بقى انا هفتح المحل. وطبعا انا دلوقتي جبت اختي مليكة علشان يعني تقف على الكاشير وكده. هلو ملك، انتي متأكدة ان المركز اللي انتي عملتيه ده هينجح؟ ايوه اكيد يعني انا متأكدة، وليه يعني ما ينجحش؟ انا حاسة ان هو بلاش. ليه؟ طبعا بلاش. ان شاء الله هينجح، وكمان هنجيب منه فلوس كتير. يلا بقى بلاش كلام كتير وعوزي على الكاشير. طيب خلاص انا نصحتك. ده مركز عناية بالبشرة؟ لا اهو مكتوب للشعر. خلاص خليني ادخل واشوف بقى. اهلا يا بنتي، ده مركز عناية للشعر؟ اتفضلي. انا كنت عايزة اعمل شعري. تمام تقدري تدخلي. انا عندي حفلة يا بنتي كمان 3 ساعات، وعايزة بقى ان انا اعمل شعري وتخليه كده مفرود وحلو. حاضر من عينيا. اول حاجة دلوقتي هبدأ بيها ان انا اغسلك شعرك.
دلوقتي بقى هعملك شعرك بالاستشوار. حطي بقى الكريم ده على شعرك، هيخلي شعرك حلو قوي. تمام، خليني كده احط، وحطي كمان الكريم ده هيخلي برضو شعرك ستريت وحرير. تمام يا بنتي، يا رب بس شعري يطلع حلو. المجلات اللي عندكم دي حلوة قوي. ده مركز عناية بالشعر. اوكي، خليني بقى كده ادخل لو سمحتي. نعم، هو ده مركز للعناية بالشعر؟ ايوه تمام. انا كنت عايزة اعمل شعري. تمام، تقدري تدخلي. تمام، شكرا. لو سمحتي يا بنتي، انا كنت عايزة اعمل شعري، ويعني بس كنت عايزة اعمل ويفي. تمام، انا اول حاجة هغسل لك شعرك، ودلوقتي بقى هنشفهولك. حطي بقى من الكريم ده هيخلي شعرك حلو. تمام يا بنتي، بس يعني قبل ما تعمليهولي ويفي كنت عايزاكي تقصهولي شوية. تمام. انا كده قصيتهولك شوية من الاطراف، ودلوقتي هو تحت المكنة، وبعد ما يخلص هيبقى شعرك ويفي وكمان حلو. تمام، شكرا جدا ليكي. اظن كده يا بنتي الربع ساعة خلصت. ايوه هي فعلا خلصت. ايه يا بنتي في ايه؟ شكلك منبهرة من شعري صح؟ منبهرة قوي. تمام، خليني بقى اشوف في المراية. لا استني ثانية. هو بس لسه محتاج شوية تصفيف وشوية حاجات. ما انا بقى هشوفه دلوقتي، وبعد التصفيف كمان ابقى اشوف. لا استني، هو في ايه يا بنتي؟ انتي مش عايزاني اشوفه ليه؟ طب انا هشوفه. ايه ده انا قبل ما اجي انا كان شعري حلو قوي. ايه اللي انتي عملتيه في شعري ده؟ امال دلوقتي بقى انا ازاي اروح الحفلة؟ يعني انا مش عارفة. ايه ده؟ ثانية واحدة، انتي مش شامة ريحة حاجة بتتحرق؟ ايه ريحة حاجة بتتحرق؟ ايوه تصدقي، ثانية واحدة. المكنة بتتحرق. ايه ده؟ يعني انا كده شعري باظ. انتي لازم تدفعي التمن. ايه ده؟ هو ايه الصوت ده؟ يا راسي، يا رجلي، ضربوني لحد ما عظمي ما كله اتكسر. انا قلتلك يا ملك ما تشتغليش الشغلانه دي وانتي ما سمعتيش كلامي. يا ريتني سمعت كلامك يا بنتي. سلام يا ملكات.